بطاطس مشوية جواها جبنة وزبدة وسوسيس ومخللات وكاتشب ومايونيز. لا ده الموضوع كبير قوي. أهلا بيكم في حكاية الكومبير، الأكلة اللي خلت تركيا بقت ترند، بس هي أصلا مش اختراع تركي. تعالوا ما نحكي حكاية الكومبير. الكومبير أصلا بيرجع لأوروبا الشرقية، خصوصا في بولندا وروسيا، وكانوا بيعملوا بطاطس مشوية اسمها جاكيت بوتيتو. يعني يفتحوها كده ويحطوا شوية زبدة أو جبنة وخلاص، مش عايزين وجع دماغ. لكن لما راحت بقى تركيا في الثمانينات اتحولت خالص، منطقة اسمها أورتاكوي في اسطنبول. التجار هناك عملوا لها ستاندات في الشوارع وحطوا كل الإضافات اللي ممكن تتخيلها: جبنة أو زبدة، سوسيس، طب حط زيتون وذرة ومخلل وكاتشب ومايونيز. والنتيجة بقت بطاطس محشية متفجرة الأطعمة. أما الكلمة نفسها جاية من الكلمة الصربية كومبير، اللي معناها أصلا في الأساس بطاطس. والكلمة دي بيستخدموها في لغات كتير جدا في دول البلقان. والنهاردة بقى الكومبير بقى أكلة الشارع الأشهر في اسطنبول، ويتباع في المطاعم والكافيهات حتى المولات، مفيش مكان ما بيتباعش فيه في تركيا. بس مفيش زيه في أورتاكوي. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. أكل البطاطس ابتدت فقيرة وبقت ساندوتش من غير عيش. ولو عجبتك الحكاية ما تعمل لايك وسبسكرايب انت كمان.